السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي اللي وحشوني بجد، وحشتوني بجد. النهاردة بقى روتين كده خفيف وبسيط، ومش هنعمل فيه أي مجهود غير العادي. احنا بقى طبعا كنا يعني أنا الشقة مش متبهدلة عندي قوي. آه يعني بقالنا كام يوم كده ما بنجيش، جوزي بيجي متأخر. العيال مريم عندها دروس، فبجيبها بروح الدروس. فالعيال يعني ما عندهمش وقت ان هما يعني ايه يلعبوا وكده. فالشقة مش متبهدلة قوي كالعادة، فهنعملها بقى مع بعض. انا طبعا اول حاجة دخلت حطيت غسلة، بعد كده رحت عملت الغسيل شلته. قلت عمال ما اخلص هيكون ايه، هيكون اتعمل يعني اتغسل. طبعا هطبق بقى الغسيل كده معاكم، وبعد كده هخش بقى ايه على اوضه الاطفال عشان خاطر اروقها يعني. بصوا بقى هنا بنتي ضربتها عشان خاطر مش عايزه بصوا بتعيط ازاي يا عيني. انا ام اسيا يا جماعه، والله يا جماعه كل ما اطبق حاجه تاخدها، فمش عارفه اعمل ايه. طيب قولوا لي اعمل ايه، ومش راضيه تسكت. بس فانا قلت بقى اطلع كده، مش كل مره اروق اوريكم الشقه بقى وهي متبهدله وكده، لا اعرفكم برضو ان ايه رايكم. مش متبهدله هي، مش اوفر، وبسيطه والحمد لله، وعرفت احافظ عليها كده يعني. عايزه اقول لكم انا تعبانه قوي. البرد المره دي وحش. يعني البرد راح، بس عارفين اللي هو بعد البرد دوت اللي هو الكحه ببلغم. مناخيري مش عارفه اتنفس، مش عارفه في ايه. فمش عارفه اخد حاجه. معلش بقى. بصوا انا بقى دخلت خلاص الاوضه هنا، وارص بقى الهدوم. والاوضه هنا ما كانش فيها حاجه، بصوا يعني ما كانش ولا فيها لعب ولا فيها اي حاجه، عشان خاطر زي ما قلت لكم ان هما ما كانوش بيلعبوا بقالهم يومين كده ولا حاجه، بسبب ان لما العيل تديله كده دروس وتروحي وتيجي معاه والكلام ده كله، بيجي هلكان. اللي هو يا دوبك هيكتب الواجب، تحفظه شويه وخلاص هيجي ينام. فدي بصراحة حاجة حلوة قوي. كفاية عليه يوم الأجازة ان هو يفضل بقى يطلع كل طاقته واللعب والكلام ده كله، فمش طول الأسبوع هيفضل يعمل كده. عايزة اقول لكم ان انا فرحانة جدا ان انا نزلت بنتي مقرأة تحفظ فيها القرآن. عشان خاطر يعني ايه، طول ما العيل بيحفظ قرآن تحس كده ان هو ربنا يهديه، ان هو يهدى من الشقاوة شوية، ويعمل حاجة مفيدة. وانا كمان اخد ثواب ان انا يعني ان انا طول ما العيل بتربيه كويس، طول ما انت طبعا بتاخدي ثواب عليه، ان احنا مسؤولين عنهم. فانا فرحانه ان هي كمان بتستجاب في حاجه زي كده. وهي طبعا لسه صغيره، في حاجه كويسه يعني. انا فرحت ان انا عملت حاجه كويسه. فالعيل من وهو صغير لما تاسسيه بيبقى احسن، هيريحك بعد كده. وربنا يا رب يهديهم ويخليهم لنا يا رب. بصوا لمر طبعا مش سايبه حاجه الا لما بوظها. زي ما انتوا شايفين بصوا الدنيا مفيهاش حاجه. انا بس هكنس كده كنسه بسيطه، والركنه مش متبهدله مفيهاش اي حاجه. انا كنت مغيره الكسوه، اللي طبعا اتبهدلت عشان هي طبعا فاتحه، وحطيت بقى اللي هي الرمادة ديت. بس زي ما قلت لكم كده ان هو يعني النهارده يوم بسيط. لامار دي بقى هي اللي مجنناني بصراحه. بس عارفين والله بتشجعني ان انا افطر يعني لامار. عشان انا ممكن مثلا اول ما اروح كده، وبعد ما وديت بنتي الحضانه ممكن ما افطرش. ممكن افضل اعمل في الشقه واعمل في الحاجات اللي ورايا، وحاجه تجيب حاجه لحد اما الوقت يخلص، والاقي نفسي ان انا ماكلتش. بس احس بقى عارفين بدوخه كده. اجي انزل السلم احس ان انا دايخه هقع. بس طبعا الحاجه مش صح. فلمار هي اللي بتشجعني ان احنا بعد ما نودي اختها تيجي تقول يا ماما ان هي جعانه، فاخش اشوف ايه بقى الموجود ونعمله ونفطر. مش شرط افضل اشتري حاجه وكده. بس ممكن اشتري سندوتشات مع اختها وتاكلها كده. هنا بقى طبعا كنت برص المواعين. كانت البلاستيك كان نص جوه ونص بره، فطلعته بقى كله، قلت هرصه معاكم يعني وكده. ونروق الاول ونفضي مكان كده عشان لما نغسل المواعين نلاقي مكان نرص فيه. بس
عايزه بقى اسالكوا سؤال، هل في حد وهو كبير عمل عمليات اللحميه او اللوز او كده؟ يعني انتوا شفتوا حد عملها؟ اصل انا في ناس قالت لي ان انا صوتي، هو صوتي يعني كطبيعته دي في لحميه، يعني انا في كده في لحميه، المفروض ان انا اكشف واشيلها. هل ده حقيقي ولا ده عادي؟ انا بصراحه ما كشفتش، ومفيش حد قال لي كده، يعني مفيش دكتور قال لي انت عايزه تشيلي اللحميه، او حد قالها لي من وانا صغيره او الكلام ده. بس انا زائد ان انا اصلا عندي روماتيزم، وباخد حقن والكلام ده كله. فانا لو شلت اللوز واللحميه، هل الروماتيزم هيروح؟ يعني مش هاخد حقن تاني؟ انا خلاص بقى شلت اللوز، فمش هينزل بقى صديد تاني على رجلي ولا الكلام ده. فمش عارفه. فلو حد يعني خد التجربه ديت او عملها يقول لي، و... ويقول لي فعلا كانت عادي وانت تعملها وانت كبير ولا لا، ولا لازم وانت صغيره. انا بصراحه خايفه، ولو كده اروح اكشف واشوف الدكتور هيقول لي ايه. ان انا بجد الموضوع ان انا حاسه على طول ان انا مخنفه ده، يعني غير البرد. انا مع البرد بقى ببقى ضايعه خالص، فمأثر كمان على سمعي، يعني على ان انا ما بسمعش كويس، على صداع على طول، إيه، دوخه. الحاجات دي كلها برضو بتأثر فيا. فلو حد مثلا يعرف حاجه زي كده يا ريت بجد يفيدني، عشان بجد الموضوع بجد تعبني قوي. بصوا هنا برضو ما كانش فيه مواعين كتير، كانت مطرح الغدا. هنا لمار بقى جاعت بتقولي عايزه تاكل تاني، فعملت لها سندوتش عشان اخلص واغسل المواعين. عايزه اقول لكم بقى ان الوقت بيجري جدا، وما بحسش بالوقت، في ثانيه الاقيه طار. مع اني بودي بنتي الساعه 11، يعني قولي مثلا عقبال ما بروح واجي بتبقى 11 ونص، 12 الا ربع. نقعد نفطر تبقى مثلا 12 ونص، اروح اروق بقى ونتلكع ومش عارفه ايه والكلام ده كله. في ثانيه الاقيها جت 3 والعصر اذن، ومفروض انزل بسرعه اروح اجيبها، عشان اول ما اروح اجيبها بتبقى 3 ونص، عشان بيبقى عندها مقرأة. فمش عارفه بقى. فهنا بصوا الحله ديت طبعا، كنت لما باجي اسخن المحشي تاني اليوم بعمل ايه بقى؟ بفضي الحله اللي كان فيها المحشي، واحط فيها ميه، واحطها ايه على النار، واجيب مصفى افضي فيها المحشي خلاص، واحطها على الحله اللي فيها الميه دي، وتغطي بقى ايه، وتحطي غطا كده فوق المصفى عشان المحشي يسخن كويس. وعايزه اقولك ان انت هتاكليه اكنك لسه عاملاه. مش عايزه الطريقه دي، في طريقه تانية اللي هو ممكن تعمليها بسمنه. انا هنا ملحقتش اخلص عشان انزل اجيب البيت. باي باي.